انا فاكر ان انا بصلي عشان انا مسلم ولازم، ودي حاجة واجبة علينا وده فرض. بس من فترة كده جات لي هو ايه موضوع الصلاة ده؟ لا، اكتشفت ان الصلاة دي عبارة عن حمد ودعاء. انت بتحمد ربنا على الوضع اللي انت فيه وبتطلب منه تاني. اول ما بتصلي بتقول الله اكبر، الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم. يعني انا الحمد لله يا رب على الوضع اللي انا فيه، الحمد لله على كل حاجة، واهدني الصراط المستقيم، انا عايز تهدني الصراط المستقيم. نزلت ركعت، اول ما بتطلع ربنا قالك تقول ايه؟ سمع الله لمن ايه؟ حامده، اللي لسه حمده من شويه. تنزل بقى تسجد، تعمل ايه؟ طلبات بقى، يا رب عايز انجح، يا رب عايز، يا رب احفظ، يا رب خلي. طلباتك بقى كلها. في حديث اذا احدث عبدي ولم يتوضأ فقد جفاني، وإذا توضأ ولم يصلي فقد جفاني، وإذا صلى ولم يدعني فقد جفاني، وإن دعوني ولم أستجب فقد جفوت ولست برب جاف. الحاجة احنا بنبقى فاهمين قيمتها غلط. ده ربنا عايز نصلي وخلاص. لا، الموضوع غير كده خالص. ده ربنا عايزك تصلي عشان تقرب منه، عشان تدعي له، عشان يحقق لك.